معاكم يا جماعه النهارده علشان ايه؟ اقول لكم انا بحب الكشري جدا 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 الصراحه. لما كنت باجي اخرج مع اخواتي ويقولوا لي تاكلي ايه، هبقى اقول لهم كشري. يقولوا يا بنتي هو انت ايه يا بنتي كل حاجه عايزه تاكلي كشري؟ هاي دينا اختي دينا عارفه الموضوع ده. فكنت بقول لهم الصراحه انا بحب الكشري جدا يا جماعه اطلبوا لي كشري. بس بعد ما جربت بقى الطريقه دي عايزه اقول لكم بجد ما بقتش بجيب كشري من بره خالص، ويعني ما بقتش احبه. بحس ان هو لا مش زي برضو البيت. بحس برضو ان هو الحاجات يعني بتبقى مركونه كتير، فاهمين؟ فانا مش ببقى حابه كده يعني. تمام. استنى برضو ايه، اخد معلقه احط شويه عدس صغيرين. بصوا انا بحط الرز الاول، بعد كده المكرونه، بعد كده شويه عدس، واحدتين كده من الحمص. تمام. واحدتين برضو من البصل. عايزه بقى بصل كتري، عايزه مش عايزه ما تحبيش البصل ما تحطيش. انا بقى بحب الشطه جدا جدا جدا، فهحط بقى شطه كتير. تمام. حطيت معلقه شطه اهو. الشطه والدقه قبل ما تستخدميهم حاولي ايه ان انت تبقي بتقلبيها كده، بعد كده تحطي بقى دي الدقه بتاعتنا برضو معلقه كده. تمام. حط بقى الصلصه اخر حاجه، صلصه الرز عشان ايه ما يبردش. حط بقى الصلصه اخر حاجه كده على الوش. هي دي الصلصه بتاعتنا. بصوا بقى الجمال. تمام كده. بعد الفيديو ده هتفتحوا محل كشري بقى يا جماعه. بصوا بقى الجمال. ادي الكشري بتاعنا اهو، كل حاجه كده مستويه قدام اللون. بصوا بجد حلو جدا 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 جدا. انا هدوق بقى عشان انا جوعت قوي. بصوا ما خدش معانا وقت خالص خالص خالص. يعني انت بقى ايه كل حاجه بتشتغلي فيها في نفس الوقت. يعني تبقي مولعه مثلا على الصلصه ومولعه الرز والمكرونه بتتسلق وعملت الشطه والدقه، فالموضوع بيبقى سهل جدا. ادوق بقى يا جماعه هقول لكم. حلو جدا. حلو جدا 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 بجد. انا مش بحب يعني مش بحب اشكر في حاجه انا بعملها قوي وكده، عشان ما فيش حد ينفع يعني يشكر في حاجات هو بيعملها. بس هو فعلا طعمه حلو جدا ونضيف وطريقته في منتهى السهوله. اعملي بس كام تكايه اللي انا قلتلك عليهم النهارده دول وهيطلع معاكي مظبوط وحلو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير وفي احسن حال. وحشتوني جدا. طبعا انا كل مره اتاخر في الفيديوهات، معلش والله مش عارفه، كل مره يحصل لي حاجه. صبعي كان متعور ومعرفتش اطلع واعمل لكم وصفات، سامحوني. فجيت قلت هلزقه. ادم يا جماعه ابني منتشر في المكان النهارده. فقلت والله هلزقه كده واطلع اعمل وصفات وكده. فبعد كده جه ادم تعب، كان معلق نفس وبرد اليومين دول للاطفال صعب جدا، فخلي بالكم من اولادكم. رحت كشفت عليه وعملت تحاليل وكده، والحمد لله يعني كويس وعدت على خير. فبجد يا جماعه فعلا بلاش تخرجوا تجمعات كتير وكل الكلام ده، لان فعلا البرد زايد قوي اليومين دول للاطفال. فخلي بالكم من ولادكم وربنا يعديها على خير الفتره دي، لانها بجد فتره صعبه. فربنا يعديها على خير يا رب. يلا مش هطول عليكم. النهارده بقى هعمل معاكم وصفه حلوه جدا جدا، وانا بجد بحبها جدا من وصفاتها. يعني لما بنيجي نخرج ناكل ايه يا جماعه؟ كشري. ناكل ايه يا جماعه؟ كشري. انا بحب الكشري جدا. فالنهارده هعمل لكم بقى كشري بكل تكاته وكل جماله وكل حاجه. ايه ده يا جماعه؟ فالنهارده بقى هعمله لكم بجد بكل تكاته، وبيطلع احلى بكتير جدا من بره وفي منتهى الجمال. تابعوا بقى معايا الفيديو النهارده. انا هصور لكم كل خطوه خطوه مع بعض، وهتشوفوا بجد اسهل طريقه. والطعم بجد جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. يلا بينا نبتدي في الفيديو على طول وتشوفوا الطريقه سهله ازاي. اول حاجه هنعملها مع بعض يا حبايبي زي ما انتم شايفين، انا ولعت على الحمص بتاعي والعدس. انا استخدمت النهارده نص كيلو من العدس بجبه اللي هو الاسمر البلدي، ونص كيلو من الحمص، ونقعتهم ساعتين. بعد كده ولعت عليهم، وهحط عليهم بس كمون وملح مش اكتر من كده. بصوا الميه بتاعتنا بقت شفافه كده من كتر ما احنا غسلناهم كويس جدا. بصوا، وكمان علشان احنا نقعناهم.
تحس العدس بتاعنا يعني لونه فتح كده شويه. ده بيساعد جدا جدا من السوا لما تنقعيهم، فاحسن حاجه انك تنقعيهم شويه. بصوا برضو الحمص نفش كده شويه برضو، مش هيغيب معانا على النار، فنقعيهم برضو يعني اقل حاجه ساعتين، وولعي عليهم هيبقى في منتهى الجمال. وتزودي الميه، مش عايزين ميه قليله يعني، زودي الميه كده على قد ما تقدري، وعادي جدا مش مهم نصفيه ميه كتير، مش مهم، احسن ما يعجن معاكي كده وما يبقاش حلو. حطيت نص معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه صغيره من الكمون حوالي كده، وملح برضو، مش هنحط اي اضافات تانية، وهنسيبهم يغلي كده غلوة حلوة ويستوي وهيبقوا زي الفل. نعمل ايه بعد كده؟ هنجيب البصل بتاعنا، بصوا بالشكل ده. انا هنا مستخدمه يعني كميه بصل حلوه، لان انا بحب البصل يعني على الكشري قوي، فانت لو حابه تقللي من البصل تزودي، دي حاجه براحتك، يعني عادي، مش كميه يعني معينه. تمام. بصوا بقى، هنبتدي نقشر البصل عادي كويس جدا ونغسله. بعد كده بقى اقطع البصل بتاعي بالشكل ده، رفيع جدا جدا جدا، على قد ما تقدري كده ترفعي البصل. عايزين نقطعه حلقات بالشكل ده، رفعيه كويس. زي بصوا انا مقطعاه ازاي، احنا عايزين نقطعه حلقات كده رفيعه قوي قوي، علشان لما نيجي نحمره ما يبقاش طري معانا. لو عرضتي هتيجي تحمري برضو مهما تحمريها وتاخد لونه كده، بس هتبقى معاكي مش مقرمشه. بصوا ممكن برضو تقطعي بالشكل ده، تيجي كده بالعرض من هنا ومن هنا، وتقطعي برضو حلقات. تمام. بصوا ليه بقى بقولك رفعي على قد ما تقدري، علشان لما تيجي تحمري البصل يديكي القرمشه اللي احنا عايزينها، ما يبقاش طري معاكي. بالذات كمان ان احنا مش هنحط له نشا ولا هنحط له اي حاجه، احنا بس يا دوبك هنحمره، وهيطلعه على ورق زبده او اي ورق عندك مثلا يعني، وتطلعيه وخلاص. تمام. فانا برضو بقطعه كده بالشكل ده، بصوا بطلعه من بعضه كده، بصوا طلعته من بعضه كده. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، رفيعه جدا. فهو ده الشكل اللي احنا عايزينه، علشان لما نحمره يبقى مقرمش معانا، وان شاء الله يطلع في منتهى الجمال. تمام. انا صبعي متعور والله يا جماعه، وشغاله برضو، لان يعني انا كنت متضايقه جدا ان انا مش عارفه اطلع وصفات وانزل لكم فيديوهات، دايما يحصل لي حاجات زي ما قلت لكم، فده مضايقني والله جدا. يعني على راس السنه الجديده كنت ناويه اعمل لكم بقى تورته، وكنت هعمل لكم حاجات حلوه قوي، بس بقى حصل اللي حصل ده، معرفتش انزل فيديوهات. بس ان شاء الله تتعوض، وكل سنه وانتم طيبين جميعا، واخواتنا المسيحيين كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. وان شاء الله كده يا جماعه، كل اللي محققش حاجه السنه اللي فاتت يحققها السنه دي باذن الله، ويعدي الفتره دي علينا على خير كده، لانها فعلا فتره صعبه جدا جدا، وهي طولت بس الحمد لله يعني. انتوا بس خلي بالكم من نفسكم، وخلي بالكم من موضوع الوقايه ده والتجمعات زي ما قلت لكم، يعني لان ده فعلا يعني المفروض نعمله من غير ما حد يقول لنا. يعني احنا لما نشوف المرض عمال يزيد حوالينا والدنيا عماله تبوظ كده، طبعا غصب عننا لازم يعني نخاف على نفسنا ونخاف على اولادنا. يعني انا موضوع ادم ده لما حصل كنت متضايقه جدا وكنت خايفه، يعني رحت عملت تحاليل ان انا اطمن على ابني وكده وكمان يا جماعه لو فعلا لو حد بقى بيبوس الاطفال والكلام ده، منعوا الموضوع ده خالص. الدكتور قاعد يقول لي ما تخليش حد يبوس ابنك، ما بلاش تجمعات، بلاش تروحي بيه في حته، علشان مرض زايد بالذات للاطفال. فخلي بالكم على اولادكم، وخلي بالكم من موضوع الوقايه والنظافه والديتول وكل الحاجات دي، لانها طبعا يعني لازم نعملها الايام دي ان شاء الله، فتره وتعدي باذن الله. فيعني خلي بالكم كده من ولادكم، وان شاء الله فتره وتعدي زي ما قلت لكم. بصوا بقى احنا قطعنا البصل بتاعنا كله بالشكل ده. تمام. هعمل برضو كميه البصل بتاعتي كلها، الناس بقى اللي بتحب البصل تزود بيبقى في منتهى الجمال. تمام كده، احنا كده بقى ايه، هكمل انا البصل كده مع نفسي، وتعالوا بقى نروح نشوف العدس بتاعنا والحمص زمانهم خلصوا يعني. حاولي كده تبقي شغالة على كذا حاجة مش حاجة واحدة، يعني علشان ايه ما توقفيش نفسك، علشان الكشري حاجته كتير، فانتي تبقي قايدة كده على كل حاجة، مثلا الرز والمكرونة والصلصة
وكل حاجة مع بعض. تمام. انا بقى هسيبه كده واروح بقى اشوف العدس بتاعي والحمص. بصوا بقى كده ايه، العدس بتاعنا استوى خلاص، وما بياخدش وقت خالص في السوا، علشان انا كنت نقعاه اهو. استوى كده كويس، هبتدي بقى اصفيه. تمام. بس اللي عليه ميه ونديله كده ايه غسله معانا. بصوا جربت شطفته شطفه كده برده بعد السوا. حاولي ايه ما تسيبوهوش قوي علشان ما يتهرش منك، فانت ايه ما تسيبوهوش قوي. تمام. خلاص شطفته كده خلاص شطفه. تمام كده قوي. انا مش محتاجه اكتر من كده. بصوا شكله بقى عامل ازاي، ما تهراش مننا ولا اي حاجه. بصوا انا كده صفيته. بصوا ما خدش معانا وقت خالص وما تهراش. حاولي ما تسيبوهوش قوي علشان ما يتهراش منك. بصوا ما تهراش مننا ولا اي حاجه. غسلته وصفيته. دي كده اول حاجه تكون خلصت معانا في الكشري بتاعنا بتاع النهارده. تمام. نشوف بقى الحمص برده بتاعنا. برده هشوف واحده كده. لا الحمص لسه شويه، هو الحمص بيطير شويه في السوا. حاولي كده لو الريم ده كده طالع معاكي ايه تشيليه بس كده. تمام. بصوا الريم ده كده لما بيطلع بشيله عادي جدا. تمام. اديله تقليبه كده وبرده اسيبه. العدس بتاعنا بقى بعد ما صفيناه كويس جدا، ابتدي بقى احطه في اي حاجه عندي. بصوا بقى شكله عامل ازاي، عشان انا ما سبتوش كتير فده ما اتهريش. بصوا الواحده بوحدتها ايه كده. تمام. ابتدي بقى ايه علشان ابقى هفتح محل كشري كده، ببتدي بقى احط كده كل حاجه. فبعد ما بغسلها واصفيها وبتخلص افضيها في اي حاجه كده، وارص بقى الحاجه جنبي كده، احس ان انا خلصت حاجه، انجزت يعني. بفرح قوي بشكل الحاجه كده لما بخلص وارصها، ده بيفرحني جدا، بحس ان انا عملت حاجه يعني كده، وفعلا فاتحه محل كشري يعني. لما بيجوا بقى اخواتي عندي ومامتي كده بقول لهم الطبق بكام يا جماعه. اشوف الحمص بتاعي بقى استوى ولا لسه. الحمص بتاعنا بيتاخر شويه غير العدس، يعني ممكن العدس ما بياخدش سوا، بس الحمص بيتاخر شويه حتى لو نقعيه برضو، فده بيتاخر برضو شويه في السوا. فبصوا عشان احنا مزودين الميه، ده بيخلي بقى مش كل شويه تزودي ميه وتحسي ان هو ما استواش فازود ميه تاني. بصوا كميه الميه اللي معانا كويسه جدا. ولو لقيتي اي ريم زي ما قلتلك تشيليه كده عادي. مجرد ما يغلي يعني ويستوي كل ده هيروح وهيبقى زي الفل. انا ما بحبش اضيف اي اضافات تانية، هو يا دوبك الملح والكمون وتمام كده. نسيبه برضو ياخد السوا شوية ونشوف اللي بعده. بصوا انا كده قطعت البصل زي ما انتم شايفين. يعني حاولي تقطعيه رفيع جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. البصل بقى الكميه زي ما انا قلت لكم اللي انتوا حابينها، يعني بقى اللي بيحب البصل يكتر، اللي مش عايز بصل بلاش. هعمله النهارده بطريقه سهله جدا، وازاي هيبقى مقرمش معاكي من غير بقى نشا وحوارات كتير. انا مجرد ما انا هقليه هطلعه على ورق زبده او اي ورق عندك، ورق كراسه او ورق جرايد اي حاجه. بس انا شايفه ان ورق الجرايد ده مش صحي خالص عشان بيبقى فيه كتابه. فحاولي طبعا بقى ايه تطلعي على ورق زبده، ورق كراسه يكون فاضي، الاتنين عادي ينفعوا. تعالى يا ادم هي هاتها ابني يا جماعه ابني. بس فزي ما انا قلت لكم تقطعيه رفيع جدا وعلى زيت سخن، بس يكون زيت غزير. انا النهارده مستخدمه ازازه زيت. ازازه الزيت اللي انا هستخدمها النهارده هعمل بيها كل الكشري، يعني اي حاجه الرز هستخدم منها الزيت بتاع البصل، المكرونه برضو هستخدم منها الزيت بتاع البصل، الصلصه اللي معانا هستخدم برضو منها الزيت بتاع البصل. فالزيت بتاع البصل اللي انا هقلي بيه البصل دلوقتي هو اللي انا هستخدم بيه الكشري بتاعي كله النهارده. تعالوا بقى اوريكم دلوقتي. انا المفروض ان انا سايبه الزيت بتاعي يسخن وكميه الزيت تكون حلوه، يعني حاولي كده يعني مثلا ازازه كده الا ربع تكون زيت تستخدميها. هنعمل بيها الكشري بتاعنا كله. انا بجيب حاجة بقى عندي تكون غويطة بالشكل ده، تكون بقى حلة يعني كسرولة كده، تكون كبيرة شوية وتكون فيها كمية الزيت. انا مستخدمة هنا ازازة زيت، وبحط فيها بقى اسيبه يسخن كويس جدا جدا، وانزل بيه البصل بتاعي زي ما انتوا شايفين، بخرجه كده من بعضه وانزل بيه كمية حلوة يعني.
بصوا كده بالشكل ده. مش بحط كمية قليلة لان انا معايا زيت كتير، فعادي احط الكمية اللي انا عايزاها لحد ما تاخد يعني احس ان هي تمام. بصوا بس بقى ايه، نقرب الكاميرا علشان تشوفوا الشكل عامل ازاي. تمام. انا مش هوطي النار خالص، انا بشتغل على نار عالية بصوا بخرجه كده بالشكل ده وانزله بقى، بيبقى حلقات كده وطالع مقرمش وبيبقى بجد في منتهى الجمال. بس حاولي وانتي بتعمليه ما تغمقهوش قوي، علشان لما تغمقي البصل طعمه بيمرر كده، يعني بيبقى فيه طعم مرارة كده مش مسكر. لما تطلعيه فاتح شوية ده بيديله كده ايه، بيبقى مسكر شوية. فحاولي تطلعيه كده ولا فاتح ولا غامق، يعني اللون بتاعه بيبقى يعني ايه متوسط. تمام. انا برضو بحط الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده. انا مش هوطي النار خالص زي ما قلت لكم، النار هتفضل عاليه وشغاله كده لحد ما يحمر معايا. عايزه اقول لكم برضو ان احنا هنعمل الكشري اللي هو في الحله الواحده. برضو ده للناس بقى اللي هي بتستسهل وعايزه تعمل الكشري، مش عايزه هو مواعينه كتير شويه، اللي هو كل حاجه لوحديها يعني. فالناس برضو تستسهل وهتبقى عايزه الكشري اللي هو في الحله الواحده، هعمله برضو وصفه في فيديو تاني لوحده. النهارده احنا عاملين مع بعض الكشري اللي هو كل حاجه لوحدها. انا بحبه اكتر من الكشري اللي هو الحله الواحده، لان كل حاجه كده بيبقى طعمها حلو قوي واخده النكهه ليها طعم كده. فانا بحب قوي الكشري الصراحه اللي هو زي اللي احنا كنا بنجيبه من بره، مع احلى بقى بكتير وانضف واوفر. يعني الكميه اللي احنا هنعملها النهارده ده تعملي بقى يعني اكتر من 20 طبق كشري، فده بيبقى حلو جدا جدا يعني، واحسن بكتير قوي انك تعمليه في البيت. تمام. انا بس اغطسه كده كويس. تمام. واسيبه بقى يحمر كده ومع نفسه لحد ما يديني اللون اللي انا عايزاه. تمام. مش هوقف نفسي برضو، هبتدي برضو اعمل في حاجات تانية، علشان ايه زي ما قلت لكم احنا عايزين نعمل كذا حاجة في نفس الوقت مش حاجة واحدة بس. نبتدي بقى نخش في الخطوة اللي بعد كده. هبتدي بقى اغسل الطماطم بتاعتي. بصوا بقى انا من الفيديو ده همشي لكم خطوه خطوه، وتقولوا لي برضو رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في الفيديو اللي انا ماشيه بيه خطوه خطوه. لو انتوا حابين الفيديوهات اللي هي من النوعيه دي قولوا لي برضو. لو انتوا عايزين اقصر لكم الفيديوهات خالص واخليها لكم الفيديو والوصفه على طول وكل حاجه تبقى جاهزه برضو قولوا لي. انا هعمل كل حاجه حد يعني زي ما انتوا عايزين، يعني اللي انتوا عايزينه انا هعمله. تمام. بصوا انا هجيب قرنين فلفل، هستخدم قرن فلفل للدقة وقرن فلفل بحطه في الخلاط. فانا بس هغسل الطماطم بتاعتي كده كويس جدا جدا واطلع كل الرملة اللي فيها، وبخلي مصفى كده جنبي واطلعها. تمام. قرن الفلفل ده بيبقى حلو جدا بقى مع الطماطم، للناس اللي بتحب الحراق ممكن تحط قرن الفلفل ده، فده هيبقى حلو جدا جدا يعني. لو انت عايزه تستغني عنه ممكن تستغني عنه، عشان احنا برضو هنعمل شطه. فلو انت مش بتحبي الحراق ممكن تستغني عن القرن الفلفل ده وتستخدمي عادي الطماطم بتاعتك بس. تمام كده. الطماطم بقى رخيصه اليومين دول يا جماعه، عايزه اقول لكم ان انتوا تخزنوا طماطم. انا كنت عامله معاكم فيديو قبل كده تخزين الطماطم. اليومين دول استغلوا رجعوا كده الصفحه عندي على القناه وشوفوا فيديو تخزين الطماطم، كنت مخزناها قبل كده معاكم. فالطماطم رخيصه اليومين دول يعني، خزنوها، حاولوا ان انتوا تعملوها وتخزنوها تستفادوا كتير جدا. انتوا عارفين الفتره اللي فاتت الطماطم وصلت ل10 و15 جنيه، فاحنا عايزين بقى نستغل الفرصه برضو، احنا مش ضامنين اي حاجه، الحاجه بتنزل وتعلى كده فترات معينه، فاحنا مش عايزين ده. فاستغلوا بقى الموقف ده وخزنوا الطماطم. بصوا الطماطم جميله جدا جدا، وب2 جنيه ونص جايباها في منتهى الجمال. تمام كده. انا النهارده استخدمت 2 كيلو من الطماطم، علشان يعني حابه تقللي عادي ممكن تقللي، بس انا بزود شويه في الطماطم علشان انا بحب الصلصه كتير. بصوا هنا بقى ده فصين من الثوم انا بحب احطهم مع الطماطم بتاعتي. هبتدي بقى اقطعها واضربها في الخلاط، وبعد كده هصفيها علشان احنا مش عايزين التفل اللي هو بيبقى موجود فيها ده، لان ده طبعا بيبقى مش حلو خالص للمعده، وبيبقى
مش ببقى صراحة حباه، بحس ان هو بيتقل قوي الصلصة بتاعتي، وانا مش مستفادة منه في حاجة. يعني انا بحب اسيبه بس في خلطة المحشي. يعني في خلطة المحشي انا ممكن يعني اكيد ما بصفيش الطماطم. اي حاجة تانية، طبيخ، اي حاجة تانية بحب اصفي الطماطم يعني. تمام كده. ابتدي بقى اقطعها كده وانضفها بالشكل ده، واحط معاها فصين من الثوم وقرن فلفل، واضربها كويس، وزي ما قلت لكم هصفيها. تمام. انا بقى ماشيه لكم خطوه خطوه زي ما قلت لكم، علشان ايه تبقوا شايفين كل حاجه معايا بالسنتي. يا جماعه بقى ما تبخلوش عليا بجد بالكومنتات، واللي يجرب حاجه زي ما قلت لكم تقولوا لي، علشان انا يعني اي كومنت بيجي لي انا بقراه وبفرح جدا بالناس كمان اللي بتخش تكلمني خاص وتقول لي هبه انا عملت الوصفه دي ونجحت معايا، عملت الوصفة دي مثلا وكانت حلوة جدا وكنت اول مرة اجربها. والعرايس الجديدة اللي بتفضل تكلمني بفرح جدا جدا بجد. شكرا لكل الناس اللي بتكلمني، مش متخيلين انا بفرح ازاي بكلامكم يعني. والله يعني بفضل طول اليوم مبسوطة، انا مش عارفة انا مبسوطة ازاي. بتدوني كمية طاقة ايجابية بتفرحني جدا جدا يعني. ربنا يسعدكم يا رب ويفرحكم وكل المتابعين اللي متابعيني بجد. شكرا لأي حد بيتابعني يعني وبيفرحني لو بكلمة بسيطة. ربنا يسعدكم يا رب ويفرحكم في حياتكم وتحققوا كل اللي بتتمنوه يا رب. بصوا انا كده قطعت كمية حلوة. بصوا عادي لو انت عايزة تقللي من الصلصة دي برضو قللي عادي، مش لازم تعملي الكمية اللي انا عاملاها يعني. ده كان قرن فلفل، انا بقطعه كده زي ما قلت لكم، وبرضو بضربه مع الطماطم. لو تفضل معاكي بقى صلصة من الكشري عادي، انت ممكن يعني ما ترميهاش. طبعا احنا مش بنرمي حاجة خالص، احنا بنستخدمها حرام يعني. الحاجة احنا بنجيبها بالفلوس ونتعب جدا عقبال لما بنجيبها، فطبعا ايه ما ترموش اي حاجة. لو تفضل معايا صلصة انا بحطها في اكياس المطبخ كده وبشيلها عادي في الفريزر، وعادي ممكن اعملها في الخلاط، قصدي بعملها في المكرونة اي حاجة، بتبقى حلوة جدا. هنا بقى انا ضربت الطماطم بتاعتي كويس جدا في الخلاط، وبعد كده صفيتها ونزلت بيها على طول على الحلة بتاعتي. تمام. انا بقى مش بعمل لها بصلة ولا بعمل لها اي حاجة، لان احنا طبعا معانا بصل وتوم ومعانا كل حاجة موجودة في الكشري بتاعنا، فاحنا مش محتاجين اي حاجة. هي دوبك الصلصة وضربة معاها الثوم والفلفل في الخلاط، وبحط لها بقى شوية ملح وشوية كمون. الكشري بيحب الكمون جدا. تمام. بصوا حطيت كده شوية ملح وشوية كمون، وهحط كمان شوية من الفلفل الاسود. تمام. شوية برضو من الفلفل الاسود كده. بصوا الحمص بتاعنا على النار التانية، العين التانية بيستوي لسه، هو بيغيب شوية في السوا. حط بقى معلقة السكر، دي اساسية معايا في اي صلصة انا بعملها. اي صلصة تعمليها حطي معاها معلقة السكر، دي بتقلل من الحموضة جدا جدا، وبتبقى يعني حلوة قوي، بتدي طعم حلو. فاي صلصة انت بتعمليها تحطي معلقة السكر، دي خليها كده اساسيات معاكي. تمام كده. نديها تقليبة ونسيبها بقى، نغطيها كده نص بس غطا يعني، منغطيهاش خالص علشان ايه ما تفرش معانا، ونسيبها بقى تستوي. نبص بقى على البصل بتاعنا. بصوا بدأ يحمر اهو. تمام كده. انا مش هستعجل عليه برضه، اسيبه يبتدي يحمر كده كويس جدا. بص بقى يعني ميزة ان احنا حاطين زيت كتير ده بيساعد جدا ان الحاجة تبقى كلها يعني البصل بتاعنا كله غطسان في الزيت، ما يبقاش ايه كأننا بنشوحه، احنا بنقليه يعني، فكمية الزيت تبقى كويسة يعني. تمام. الحمص بتاعي اهو اخيرا استوى، صفيته. بصوا بقى ما تهريش ازاي مننا، ما تسيبيش الحاجة تتهري منك، علشان ايه تبقى باينة كده في طبق الكشري حلوة ومش مهرية. اديته برضو شطفة بالشكل ده، شطفة بسيطة بس، احنا كده كده غسلينه اصلا وتمام التمام، واستوى معانا وكويس جدا. بصوا يا جماله يا جماله. حلو جدا. انا بحب الحمص قوي الصراحة يعني، بحب اكله اصلا كده. اخدت لي واحدة برضو يعني، دقت كده حلوة قوي.
تمام. نشوف البصل بتاعنا اهو احمر كده. الحمص خلاص بقى احنا برضو ركناه على جنب خلاص. تمام كده البصل بتاعنا خلاص. انا بقى هحضر معايا ورق الزبدة واطلعه عليه على طول، او ورق كراسة زي ما قلتلك. انا مش بحب اطلعه على مناديل، يعني انت لو عايزه تطلعيه على مناديل بحس ان هو برضو بيطرى شويه، فما مش بحب اطلعه على مناديل الصراحه. انا بطلعه على ورق كده زبده او اي ورق عندك زي ما قلتلك، ده بيخليه مقرمش جدا. بس اهم حاجه بقى، اهم حاجه علشان بيبقى مقرمش معاكي، احنا مش عايزينه نحطه فوق بعضه، يعني لما نيجي نطلعه كده مش عايزين نطلعه فوق بعضه، ده هيخليه يطرى معاكي. تمام. اجيب بس الورق بتاعي، اديله بس تقليبه. اهو الورق بتاعي هدلدلكوا بس ايه الكاميرا علشان تبقوا شايفين كل حاجه. تمام كده. بصوا لونه حلو جدا جدا جدا، انا مش محتاجه اغمق اكتر من كده، هو كده لونه ايه مظبوط، ولا غامق ولا فاتح. بصوا بقى ده ورق زبده حطاه على صينيه بالشكل ده واطلعه على طول. انا مش حاطه اي اضافات تانية، يعني انا مقطعه بس البصل وحطاه في الزيت وبيطلع مقرمش وبيبقى في منتهى الجمال. تمام كده. طلع بس البصل بتاعي اصفيه كده من الزيت كويس واطلعه الكميه بتاعتي كلها علشان احط اللي بعديها. بصوا بقى انا ايه هفرطه كده، مش هسيبه فوق بعضه علشان هو ده اللي هيخليه مقرمش معايا الخطوه دي. بصوا بقى هوريكم انا هعمل ايه. بصوا بقى بجيب برضو ورقه تانية كده وبفرطه بقى واحده وحدتها كده بعيده عن التانية علشان يبقى مقرمش زي ما قلت لكم. الخطوه دي بقى هي اللي هتخلي البصل بتاعك مقرمش. بصي عارفه لما كنا بنفرط العيش كده بيبقى سخن طالع، احنا بقى ايه هنعمل كده في البصل، ما بسيبهوش فوق بعض ابدا علشان ده هو اللي هيطريه. هي دي بقى التكية بتاعت البصل اللي هتخلي لك البصل بتاعك يفضل لاخر فتره كده وانتي بتقدمي لاخر طبق مقرمش معاكي. تمام. نعمل بقى الخطوه اللي بعد كده، احنا نسيبه بقى يبرد ونعمل الخطوه اللي بعد كده هي الدقه بتاعتنا. بجيب بقى كده 5 6 7 فصوص توم. تمام. وعندك بقى الهون او الكبة الاتنين عادي مش هتفرق. وبجيب قرن فلفل كده وبطلع قلبه كل البذر اللي بيبقى جواه احنا مش محتاجينه، وبقطعه بقى صغير جدا جدا كده علشان انا هعمله عندي في الهون. بقطعه بالسكينة كده بالشكل ده. لو انت مش عايزة تعمليه في الهون تقدري عادي تعمليه في الكبة برضو بيبقى جميل. تمام. وريكي بقى احلى دقة هتاكليها بجد النهاردة بتبقى في منتهى الجمال. بصوا انا حطيت شوية ملح شوية كمون وشوية فلفل اسود صغيرين خالص وهدقها. هنبتدي بقى نعمل الشطة بتاعتنا. الشطة بتاعتنا بقى هنا هي بجس مجرد شطة والزيت السخن بتاع البصل بعد ما خلصناه وهو سخن جدا 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 هننزل بيه كده على الشطة زي ما انتوا شايفين. احلى شطة بقى هتاكليها بجد في منتهى الجمال. انا ماشيه معاكم خطوه خطوه كده علشان ايه تشوفوا معانا. احنا كده بنعمل الشطه. انا لسه مخلصتش الدقه، انا بس ايه سبته كده دقيت الهون وسبته على جنب واوريكم الشطه بنعملها ازاي. بصوا بقى جمال الشطه. هوريكم برضو الدقه هنعملها ازاي بالظبط، بس انا عشان عايزه وهو الزيت سخن خالص اوريكم يعني مش عايزاه يبرد، فقلت اوريكم الشطه على طول بعد ما البصل خلص اوريكم الشطه على طول. تمام. هو بس الشطه جبتها في طبق كده، بس حاولي ما تجيبيش طبق ازاز بيكون مثلا مش بيستحمل، حاولي حاجه كده تستحمل السخونيه بتاعه الزيت. وجبت الشطه حطيت الزيت عليها، الزيت بتاع البصل اللي احنا قلينا بيه البصل وهو سخن كده لسه نزل من على النار بعد ما خلصت كميه البصل بتاعتي كلها وهو سخن جدا لسه نازل من على النار. رحت جايبه كبيت شويه كده حلوين على الشطه. تمام. وابتدي بقى اقلب 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 كويس جدا بحيث ان انا ما بقاش في اي تكتلات كده ولا اي كتل كده ولا كده من الشطه، علشان احنا عايزين ايه السمك بتاعها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده.
بصوا بقى الجمال، حلوة جدا جدا. لو انت عايزة مش عايزة تستغني عايزة تستغني على موضوع الشطة ده، تقدري تحطي في الصلصة بتاعتك شوية شطة وخلاص كده. بس انا بقى بحب اعمل كل حاجة، الشطة والدقة وكل حاجة الصراحة. تمام، اسيب بقى الشطة واكمل معاكم الدقة بعد ما دقيت الثوم في الهون. تمام، اهو انا كده دقيت الثوم بتاعي في الهون هو والفلفل. ابتدي بقى اعمل الدقة. طبعا بقى مطرح الهون ده انا مش هغسله كده وخلاص ويروح ويروح حضر. حطيت فيه شوية خل، نص كوباية من الخل. هقلبهم كده بس كويس. تمام، وانزل بيهم بحيث ان انا اخد الثوم اللي هو موجود معايا ده ما يروحش كده يعني. تمام، هنحط بقى تاني يا هبة؟ هوريكم هنحط تاني علشان تاكلوا احلى دقة بجد. انا بس بكمل نص كوباية. انا بس حطيت شوية صغيرين في الهون علشان ما هدرش يعني. وحطيت كمان نص كوباية من المية. تمام، وديها بقى تقليبة كده بالشكل ده. نحط كمان نص ليمونة. حطينا كمان نص ليمونة. يبقى حطينا توم وقرن فلفل. لو انت عايزه تستغني على الفلفل استغني، بس اعمليها بالشكل ده بالظبط هتطلع معاكي. بصوا لونها عامل ازاي، في منتهى الجمال بجد. انا حطيت الثوم وحطيت قرن فلفل، طلعت قلبه وقطعته ودقيتهم بشويه ملح وشويه فلفل اسمر صغيرين ربع معلقه وشويه كمون، ودقيتهم والخل والميه ونص ليمون. تمام كده الدقه بتاعتنا خلصت. الصلصه بتاعتنا القمر اهي بدات تتسبك. بصوا بقى الجمال. نحط لها بقى شويه زيت من زيت البصل اللي معانا. زي ما قلت لكم انا هستخدم زيت البصل ده في كل حاجه معايا النهارده. تمام، بدات تتسبك اهي. لما خلصت البصل بقى كميه البصل بتاعتي اللي انا يعني كنت هعملها، اللي انا قليت البصل كله، استخدمت بقى الزيت زي ما انتوا شايفين كده. حطيت لها شويه زيت واديها تقليبه كده واسيبها تتسبك. بصوا في منتهى الجمال. اغطي عليها واسيبها كمان لسه تاخد التسبيكه بتاعتها وتستوي معايا. شوف الخطوه اللي بعد كده. حطيت بقى ميه المكرونه اللي انا هسلق فيها المكرونه. حطيت شويه زيت صغيرين جدا وشويه ملح. حطيت لها برضو شويه ملح. تمام، واسيبها بقى برضو الميه بتاعتي لما تغلي احط لها المكرونه. هستخدم النهارده مكرونه هقول لكم برضو. تمام، بصوا البصل بتاعي بقى وجماله. انا قلت برضه اوريهولكوا كده علشان تشوفوا القرمشه دي. كميه البصل بتاعتي كلها اللي انا عملتها النهارده. بصوا الجمال. بصوا لونه حلو قوي قوي وطعمه مش قادره اوصف لكم. انا عماله اصلا اكل فيه من قبل ما اخلص. وادم ابني ما شاء الله يعني عاجبه قوي. بصوا الجمال. بصوا القرمشه. بصوا بيتكسر كده معايا. بصوا من غير اي نشا ولا اي حاجة ولا اي اضافات تانية، يا دوبك بس حطيناه وطلعناه يقرمش معايا في منتهى الجمال. بصوا هنبتدي بقى نعمل الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين. انا كده برضو بعمل الرز بتاعي. حطيت شوية برضو من الزيت بتاع البصل، وحطيت هنا كوبايتين من الشعرية، يعني نص كيس الشعرية اللي هو 400 جرام. وحطيت هنا برضو كوبايتين ونص من الرز. تمام، غسلتهم برضو كويس جدا. وبعد كده حطيت الرز بتاعي على الشعرية. رز بشعرية عادي اللي احنا بنعمله، بس هنا بس المختلف ان انا مش حاطه سمنه ولا اي حاجه، هو برضو من زيت البصل اللي معانا. وهنا برضو بعمل الرز بشعرية بتاعي للكشري بتاعنا النهارده القمر الجميل العسل اللي انا بحبه قوي. انا هعظم في الكشري بتاعي يا جماعه، من الاكلات اللي انا بحبها بقى معلش. والناس اللي متفقه معايا في الموضوع ده اللي بتحب الكشري فهتحس بيا في موضوع الكشري ده. اولهم دينا اختي، هي عارفه الموضوع ده ان انا بحب الكشري قد ايه.
فمهتمية بكل تفاصيل بصراحة. تمام، تديله برضو تقليبة كده. انا عودتكم على حاجة للناس اللي متابعاني، كل ما تقلبي اكتر كل ما يطلع معاكي مفرفر اكتر. تمام. انا ما بحبش احط اي حاجة للرز غير هو شوية الملح بس. تمام، حطيت شوية الملح كده وابتدي اقلب كويس جدا جدا عشان يطلع معانا مفرفر زي ما قلت لكم. تمام كده بقى احط المية بتاعتي. دي بس تقليبه. بصوا اصلا من قبل ما يستوي ولا اي حاجة وهو لونه جميل وشكله حلو جدا. نزل بس كل الشعرية دي. تمام. تمام كده. لو عايزه تقللي برضو في كميه الرز تقدري، عايزه يعني تقللي في كميه الرز. انا مش، انتي مش محكمه يعني انك لازم تعملي كميه الرز دي على كميه المكرونه دي على كميه الصلصه دي. لا طبعا الكشري حسب ما انتي عايزه يعني. لو انتي بتحبي الرز اكتر ممكن تزودي في الرز، لو انتي عايزه بتحبي المكرونه اكتر ممكن تزودي في المكرونه. فاهميني؟ فانتوا بقى المقادير دي في الكميات حسب ما انتوا عايزين يعني. تمام. انا حطيت المية بتاعتي اهي واديله برضو تقليبة. مش هنقلب عليه تاني زي ما قلت لكم قبل كده في كذا فيديو عملت معاكم الرز. تمام. بصوا يا جماعة الاسود ده مش حاجة محروقة ولا حاجة، ده البصل من زيت البصل اللي كان معانا. عادي جدا، عادي لو يعني بينزل عادي بسيبه مش مهم. ده من زيت البصل يعني علشان احنا مستخدمين زيت البصل، فده كان بصل معانا من اللي احنا كنا قالينه، فعادي بشيله. تمام خلاص كده. نطفي قصدي نغطيه بقى ونسيبه بقى يستوي ونعمل الخطوة اللي بعد كده. اهي دي المكرونة بتاعتي اللي انا هستخدمها النهاردة. المية بتاعتي غلت. انا هستخدم كيس من المكرونة اللي هي الصغيرة خالص بالشكل ده، وهستخدم كمان كيس من المكرونة اللي هي الاسباجيتي. تمام، ده الكيس اللي هو بيبقى 400 جرام. تمام، وهستخدم كمان كيس من المكرونة الاسباجيتي بالشكل ده. بس هنا بقى اهم حاجة لازم بالخطوة دي برضو تعمليها، مش هينفع نحط المكرونه الاسباجيتي طويله كده زي ما هي. انا بحب اقسمها علشان المكرونه الصغيره لو هنسيب المكرونه الاسباجيتي طويله كده مع المكرونه الصغيره دي مش هتبقى لطيفه خالص. فانا بصوا بجيب المكرونه الاسباجيتي دي وبقسمها بالشكل ده، بحيث برضو ان احنا نصغرها شويه ما تبقاش طويله قوي. تمام. عادي على فكره برضو لو انتي مش ما عندكيش يعني مكرونه سباكيتي ولا مكرونه صغيره كده، ممكن تعملي اي نوع مكرونه انتي بتحبيه، اي نوع مكرونه عندك يعني، ما توقفيش نفسك على حاجه. تمام. بس هي بقى في الطبيعي يعني، والكشري اللي لما بنجيبه من بره في الطبيعي الكشري المعروف هم نوعين المكرونه دول اللي احنا بنستخدمهم في الكشري. تمام. انا بس هديها تقليبه. المكرونه طبعا مش هينفع نقلب فيها كتير علشان ما تعجنش مننا، ولا هينفع برضو نسيبها وننساها كده علشان برضو ما تعجنش مننا. هي بس تقليبه كده وما بتاخدش سوا خالص وهتبقى زي الفل. اهي كده خلصت معايا المكرونه بتاعتي وصفيتها. تمام. تمام كده. البخار طلع وبوظ لي التليفون والدنيا باظت. استنوا بس دي. انا بس عايزه اوريكم كل حاجه والله النهارده علشان تبقوا شايفين كل الخطوات. لو حسيتوا ان انا طولت عليكم والفيديو مش انتوا مش محتاجين تعرفوا كل الخطوات دي قولولي برضو، وانا يعني هقصر الفيديوهات يعني. تمام كده. انا برضو سلقت المكرونه بتاعتي وصفيتها وتمام التمام. بصوا بقى الجمال، ولا معجنه ولا اي حاجه، علشان انا متابعاها وواقفه جنبها كده مش سايبه الحاجه وتقعدي وتنسي نفسك. لا طبعا تابعي كل حاجه كده خطوه بخطوه.
بصوا بقى انا هعمل ايه برضو، شوية زيت من زيت البصل اللي معانا اللي احنا قلينا بيه البصل. بصوا انا سايبه بقى زيت البصل ده جنبي كده وبستخدمه في كل حاجه. هحط برضو على المكرونه علشان تفضل مفرفره لحد اخر لحظه، ما تبقاش معجنه. وبرضو حاطه حاجه تحت المصفى بتاعتي بحيث ان هي ايه تتصفى برضو من الزيت يعني. تمام، هديها بقى تقليبه كده في البصل كلها مع بعض بالشكل ده. بصوا بقى تفضل لمعه كده زي ما بنشوفها عند الراجل، بتبقى ايه شكلها جميل ويفتح النفس ونبقى عايزين نطلب كشري كده. فده هيخليها كده بتلمع وتبقى جميلة. بصوا الجمال، كل التكات دي زي ما انتوا شايفينها منتهى الجمال. وحاطه برضو البصل بتاعي اهو خلاص كده فوق بعضه عادي، مجرد بس لما حطيته فردته كده وسبته وخلاص مسك نفسه عادي بقى بحطه على بعض. ودي الدقة بتاعتي ودي الشطة. بصوا بقى الجمال، كل حاجة كده مرتبة. وكده خلصنا الكشري بتاعنا زي ما انتوا شايفين بقى. احنا خلاص هنفتح محل كشري بعد الفيديو ده. حقيقي يعني في منتهى الجمال ومنتهى السهولة، وهيطلع طعمه بجد حلو جدا جدا جدا. جربوه. بس انا بقى طالبة منكم طلب، اللي هيجرب الوصفة بتاعت النهاردة يعني الكشري بتاعي ما يبخلش عليا بقى ويخش يقول لي بقى في الخاص او في الكومنتات، يقول لي بقى طريقته طلعت معاه ايه والطعم طلع ايه، يعني يقول لي رأيه بصراحة. اي حد يجرب الوصفه بتاعت النهارده ما تبخلوش عليا، قولوا لي طلع معاكم ايه، وقولوا لي ايه رايكم في الوصفه بتاعته. تمام، تعالوا بقى شوفوا معايا كل حاجه كده بالتفاصيل بتاعتها علشان ايه تبقى واضحه معاكم. بصوا بقى البصل بتاعنا، بصوا بقى لونه حلو جدا 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 ومش طري معانا، ناشف خالص اهو في منتهى الجمال يا جماعه. وده العدس بتاعنا حلو جدا جدا. وده الحمص بتاعنا، انا بحب الحمص جدا انا بقى مكتره شويه من الحمص. وادي الدقه بتاعتنا، بصوا حلوه جدا جدا جدا. تمام، وادي الشطه بتاعتنا. بصوا لما تقعد معاكم تتقل كده شويه عادي اديها تقليبه كده بس قبل ما تحطيها على الطبق بتاعك، وترجع معاكي تظبط كده وتاخد السمك اللي احنا عايزينه ده. تمام، بصوا حلوه جدا. بس ايه بقى الشطه دي لما تجربوها ما تدعوش عليا علشان ايه هتبقى مولعه معاكم. وادي المكرونه بتاعتنا. بصوا بقى شويه الزيت اللي احنا حطيناهم على الوش اللي هم بتوع زيت البصل اللي احنا قلينا بيه البصل ده، خلوها دايما تفضل ايه مفرفره معانا لاخر وقت ممكن. تمام، وبصوا لما قسمنا المكرونه مش اخده طول طويل جدا عشان ايه نعرف ناكلها كده مع المكرونه الصغيره. وادي الرز بتاعنا برضو كل حاجه لسه طالعه من على النار بقى، جميل جدا. بصوا ادي الرز بتاعنا المفرفر الجميل اهو. بصوا الجمال حلو جدا في منتهى الجمال برضو. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. تعالوا برضو شوفوا الصلصه. بصوا بقى الصلصه بتاعتنا، بصوا لونها، بصوا حلوه جدا جدا جدا. لو تفضل معاكي صلصه عادي، لو انا مثلا الكشري بتاعي خلص وفاضل معايا صلصه عادي بشيلها بحطها في اكياس اللي هي المطبخ دي وبحطها في الفريزر عادي واستخدمها عادي ممكن للمكرونه، بتبقى في منتهى الجمال يعني. فجربوا الطريقه دي وقولوا لي. انا برضو هدوق معاكم يا جماعه النهارده علشان ايه اقول لكم انا بحب الكشري جدا 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 الصراحه. لما كنت باجي اخرج مع اخواتي ويقولوا لي تاكلي ايه هبه اقول لهم كشري، يقولوا لي يا بنتي هو انت ايه يا بنتي كل حاجه عايزه تاكلي كشري؟ هاي دينا اختي دينا عارفه الموضوع ده. فكنت بقول لهم الصراحه انا بحب الكشري جدا يا جماعه اطلبوا لي كشري. بس بعد ما جربت بقى الطريقه دي عايزه اقول لكم بجد ما بقتش بجيب كشري من بره خالص، ويعني ما بقتش احبه. بحس ان هو لا مش زي برضو البيت، بحس برضو ان هو الحاجات يعني بتبقى مركونه كتير فاهمين، فانا مش ببقى حابه كده يعني. تمام، استنى برضو ايه اخد معلقه احط شويه عدس صغيرين. بصوا انا بحط الرز الاول بعد كده المكرونه بعد كده شويه عدس واحدتين كده من الحمص. تمام، واحدتين برضو من البصل. عايزه بقى بصل كتري، عايزه
مش عايزه ما تحبيش البصل ما تحطيش. انا بقى بحب الشطه جدا جدا جدا، فاحط بقى شطه كتير. تمام، حطيت معلقه شطه اهو. الشطه والدقه قبل ما تستخدميهم حاولي ايه ان انتي تبقي بتقلبيها كده، بعد كده تحطي بقى. دي الدقه بتاعتنا برضو معلقه كده. تمام، حط بقى الصلصه اخر حاجه. صلصه الرز عشان ايه ما يبردش. حط بقى الصلصه اخر حاجه كده على الوش. دي الصلصه بتاعتنا. بصوا بقى الجمال. تمام كده. بعد الفيديو ده هتفتحوا محل كشري بقى يا جماعه. بصوا بقى الجمال. ادي الكشري بتاعنا اهو، كل حاجه كده مستويه قدام اللون. بصوا بجد حلو جدا 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 جدا. انا هدوق بقى عشان انا جوعت قوي. بصوا ما خدش معانا وقت خالص خالص خالص. يعني انت بقى ايه كل حاجه بتشتغلي فيها في نفس الوقت. يعني بتبقي مولعه مثلا على الصلصه ومولعه على الرز والمكرونه بتتسلق وعملت الشطه والدقه، فالموضوع بيبقى سهل جدا. ادوق بقى يا جماعه هقول لكم. حلو جدا، حلو جدا 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 بجد. انا مش بحب يعني مش بحب اشكر في حاجه انا بعملها قوي وكده، عشان ما فيش حد ينفع يعني يشكر في حاجات هو بيعملها. بس هو فعلا طعمه حلو جدا ونضيف وطريقته في منتهى السهوله. اعملي بس كام تكايه اللي انا قلتلك عليهم النهارده دول وهيطلع معاكي مظبوط وحلو ان شاء الله. جربوه، قولوا لي رايكم في الكومنتات زي ما قلت لكم، وان شاء الله هيعجبكم. واستنوني في فيديو جديد، وخلي بيتك احلى مع هبه فهد. باي باي.